بيبدأ فيلمنا عن حكاية الأمير كان وسيم جدا وغني، لكن قلبه كان مليان قسوة وأنانية، وكان شخص متكبر جدا وبيقيم الناس بشكلهم، وكان دايما بيحب يتمنظر بالحفلات اللي بيعملها في قصره. وفي يوم من الأيام كان عامل حفلة كبيرة، ووقتها دخلت الحفلة ست عجوزة تعبانة جدا وبتدور على مأوى ليها من العاصفة، وساعتها قدمت للأمير والدة حمراء حلوة جدا كهدية مقابل إنه يخليها تقعد في القصر شوية لحد ما العاصفة اللي بره تهدى. لكن بيضحك عليها الأمير وبيتريق على شكلها وبياخد الوردة منها وبيرميها على الأرض، وساعتها فجأة بتتحول العجوزة لساحرة بجمال ساحر، وبتقرر إنها تلعن الأمير لأنها شافت قلبه مليان كره وقسوة، وحولته لوحش ضخم وشكله وحش جدا، ولعنت القصر كله بالخدم وأي حاجة موجودة فيه، ومسحت ذكرى الأمير وقصره وخدمه من عقول كل أهل البلدة، وسابت له الوردة وقالت له يحافظ عليها، وبتعرفه إن السحر هيختفي لما يتعلم الحب والحنان والطيبة، ويخلي بنت جميلة تقبل شكله دلوقتي وتحبه. وكل ده لازم يحصل قبل ما آخر ورقة في الوردة تقع، لأن لو كل أوراق الوردة وقعوا هيعيش عمره كله لحد ما يموت وهو وحش. وبتعدي سنين كتير والأمير حبيس قصره وحيد وبشكل الوحش ده. وفي الوقت الحاضر بنشوف بيل وهي متضايقة من الحياة المملة اللي بتعيشها في البلدة، وبيكونوا أهل البلدة ما بيحبوش بيل لأنها بنت مثقفة وبتحب القراية جدا، في حين إن كل البنات اللي في سنها بيهتموا أكتر بجمالهم وبالجواز. وفي الوقت ده بنشوف جاستن اللي مجنن كل بنات البلد، وكلهم بيتمنوا يتجوزوه، لكنه عايز يتجوز بيل عشان جميلة زيه، لأن جاستن مهووس بجماله ومغرور جدا، وبيروح لبيل علشان يتكلم معاها، وساعتها بيستغرب إنها ماسكة كتاب في إيدها وبتقراله، وبيديها بوكيه ورد وبيطلب منها إنها يتعشى عندهم في البيت النهارده، لكن بيل بترفض تاخد الورد وبترفض تستقبله عندهم في البيت وبتسيبه وبتمشي. وساعتها جاستن بيقول للمساعد بتاعه إن أكتر حاجة بيحبها في بيل إنها بنت صعبة جدا ومش هتموت عليه زي بقية البنات اللي في البلد. وبعدها بتروح بيل لباباها اللي بيحكي لها إن مامتها كانت شجاعة جدا وما بتخافش من أي حاجة، وإن بيل طلع لها، فبتفرح بيل جدا بكلام باباها وبتودع باباها عشان رايحة السوق، وبتطلب منه ساعتها يجيب لها وهو جاي وردة شبه اللي موجودة في صورتها مع مامتها اللي هو رسمها، فبيودعها باباها وبيقول لها إنه مش هيرجع من غير الوردة. وتاني يوم بتكون بيل قاعدة بتعلم بنت صغيرة القراية، فبيتضايقوا منها أهل البلد وبيرموا لها هدومها على الأرض، وساعتها بيروح لها جاستن وبيقول لها إن صعب جدا تغير فكر أهل البلد، فبتقول له إنها ما عملتش أي حاجة غلط وإنها كانت بتعلم البنت الصغيرة ازاي تقرا، فبيقول لها ان المفروض تتجوز وتخلف احسن لها، فبتقول له بيل انها مش مستعده للجواز والخلفه دلوقتي، وبتقول له انها مستحيل تتجوزه لانه مش الشخص اللي هي بتتمناه، وبتدخل بيتها وبتقفل عليها الباب. وفي الوقت ده بيكون ابو بيل تايه في الطريق ودخل طريق غريب، وبيستغرب جدا ان المكان ده الطقس فيه برد جدا وفيه عاصفه ثلجيه، وفجاه بيهجم عليه ذئاب متوحشه وبيحاول انه يهرب منهم بصعوبه، وساعتها بيلاقي قدامه قصر كبير، فبيقرر يدخله ويطلب من سكان القصر انهم يستضيفوه لحد الصبح. ولما بيدخل بيلاقي القصر فاضي، لكنه ساعتها بيسمع اصوات بتتكلم وبينبهر من شكل الانتيكات اللي محطوطه، وبيكمل مشي في القصر، وساعتها بيلاقي سفره كبيره ومحطوط عليها اكل، فبيفتكر ان الاكل ده محطوط علشانه، فبيقعد ياكل، وساعتها بيلاقي فنجان الشاي بيتحرك وبيتكلم معاه، وابو بيل بيخاف جدا وبيقوم وبيجري وبيمشي من القصر، وساعتها بيلاقي في الجنينه ورد حلو، فبيفتكر ان بيل طلبت منه ورده وهو راجع، فبيقطف من الجنينه ورده، وساعتها بيشوفوا الوحش وبيهجم عليه، وبيهرب الحصان وبيروح لبيل. وساعتها بيل بتعرف ان باباها في خطر، وبتركب الحصان وبتخليه يروح بيها لمكان باباها، فبتوصل للقصر وبتدخله، وساعتها الانتيكات لما بيشوفوها بينبهروا بجمالها وبيقولوا ان هي دي البنت اللي هتنقذ لهم من السحر. وساعتها بيل بتسمعهم وبتخاف، وبتسمع صوت باباها بيكح وبتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصل له، وساعتها بتلاقيه محبوس جوه قفص كبير، فبتخاف جدا على باباها وبيقول لها انه محبوس هنا للابد بسبب الورده اللي قطفها من جنينه القصر. وساعتها بيظهر الوحش وبيتكلم مع بيل، فبتقرب منه، وساعتها بتخاف من شكله وبتطلب منه انه يحبسها مكان باباها، لكن باباها بيرفض ده تماما، وبتطلب من الوحش يفتح لها القفص عشان تودع باباها، فبتدخل بيل وبتودع باباها وبتقول له انها السبب علشان طلبت منه الورده، وبتزق باباها بره القفص وبتقفل القفص عليها، وبتفضل قاعده حزينه لوحدها. وساعتها بتلاقي القفص اتفتح وفي صوت بيتكلم، فبتطلع تشوف مصدر الصوت جاي منين، فبتلاقي الشمعدان هو اللي بيتكلم، فبتخاف جدا وبتضربه بالكرسي اللي معاها، فبيقول لها ان اسمه لومير وان القصر كله ملعون. وبيجي ساعتها الساعه واسمه كاج سورس، وبيقول للومير انه ما ينفعش يفتح لها القفص ويخرجها، فبيقول له لومير ان ده لازم يحصل، وبياخدوا بيل معاهم، وساعتها بيحذروها انها تقرب من الجناح الغربي للقصر، فبتستغرب جدا وبيودوها اوضتها وبتنبهر بيل بجمالها. وساعتها بتيجي الريشه وبتعرفها على نفسها وبتقول لها ان اسمها بلومت، وبتقول لها انها تنظف لها الاوضه عشان تقعد فيها. وساعتها التسريحه بتتكلم وبتعرفها على نفسها، وبتروح بيل تفتح الشباك عشان تلاقي طريقه
تهرب بيها، لكن بتلاقي نفسها في مكان عالي جدا. وفي الوقت ده بيوصل ابو بيل للبلد وبيدخل للناس وبيقول لهم يساعدوه في انقاذ بيل من الوحش، فبيضحك عليه كل الناس وبيتهموا بالجنون. وساعتها جاستن بيقول لابو بيل انه هيساعده. وفي القصر لما بيكتشف الوحش ان الانتيكات خرجوا بيل من الحبس بيروح يتخانق معاهم، لكنه ساعتها بيقنعوه يتعامل معاها بلطف لانها ممكن تكون هي البنت اللي هتنقذه وتنقذ القصر من اللعنه. فبيروح لها الوحش وبيطلب منها انها تتعشى معاه، وبتكون بيل ساعتها بتحاول تهرب وبتتضايق جدا من طلب الوحش، وبتقول له ازاي حابسها وفرقها عن باباها وجاي يطلب منها تتعشى معاه. فبيتعصب الوحش جدا وبيقول لها انه مش هتاكل ابدا، وبيحذر الانتيكات ان هم يخلوها تاكل. وبيرجع لاوضته وهو متضايق وبيمسك المرايه بتاعته وبيطلب منها توريه بيل، فبيلاقيها قاعده حزينه وساعتها بيقع من الورده ورقه كمان منها. وبيكونوا الانتيكات ساعتها خايفين وقلقانين ان هم ينتهوا للابد لو بيل مش هي البنت اللي هتحب الوحش وتغيره. وبيسال الفنجان مامته لو هيرجع طفل تاني ويعيش حياته، فبتقوله انه لسه في امل. وبتروح مامة الفنجان لبيل وبتتكلم معاها وبتقدم لها شاي تشربه، وبتقول لها انها عارفه انها زعلانه وقلقانه على باباها، فبتقول لها ان دي اول مره تتفرق هي وباباها. فبتقول لها مامة الفنجان تروح معاها للمطبخ علشان تاكل، فبتقول لها ان الوحش امرهم انهم ما يخلوهاش تاكل. فبتقول لها ان الوحش وهو متعصب بيقول حاجات ما يقصدهاش. وبتروح بيل تقعد على السفره وبيقدموا لها الاكل بعرض لطيف واغاني حلوه. وبعدها بتسال بيل عن الجناح الغربي، فبتحذرها مامة الفنجان انها تقرب منه، لكن بعدها بيل بتقرر انها تروح للجناح الغربي وتعرف سره. فبتلاقي الورده وبتفضل تبص لها باستغراب، وساعتها بيهجم عليها الوحش وبيقول لها انها كانت هتدمرهم كلهم وبيزعق لها. فبتخاف بيل وبتجري وبتحاول انها تهرب من القصر، وبيحاول الانتيكات ان هم يمنعوها، لكنها بتخرج وبتركب حصان باباها. وساعتها بيهجم عليها الذئاب وبيحاصروها، وبيجي الوحش وبيحارب الذئاب علشان ينقذ بيل منهم، لكن ساعتها بيكون الوحش اتصاب وبيقع على الارض. وبتحس بيل بالذنب انها اتصاب عشانها، فبتقرر انها تساعده وبترجع بيه للقصر. وفي الوقت ده لما بيوصل ابو بيل للمكان بيلاقيه اتغير والطريق مش هو نفس الطريق اللي مشي فيه، فبيتعصب عليه جاستن وبيتهمه انه مجنون وانه قرر يساعده عشان عايز يتجوز بيل. فبيقول له ابو بيل انه مستحيل يجوزه لبنته ابدا، فبيضربوا جاستن وبيربطه في الشجره وبيسيبه وبيمشي. وساعتها بتكون بيل بتعالج الوحش فبتتخانق معاها وبيتهمها ان السبب في اللي حصل له علشان هربت، فبتقول له انها هربت عشان حابسها وخوفها. وبتسال الانتيكات ازاي مستحملينه وليه عايشين معاه لحد دلوقتي وهو السبب في لعنتهم. فبتقول لها مامة الفنجان انهم في القصر ده من ايام ما كان الامير اللي هو الوحش لسه صغير، وان من ساعه ما مامته ماتت وباباه رباه خلاه يكون زيه وتكون طباعه قاسيه، لكن في الاصل طيب وحنون. وتاني يوم بتفضل بيل تهتم بالوحش، وساعتها بتكون عرفت اللي حصل للقصر وليه الوالده ليها اهميه كبيره عندهم، وبتسالهم ازاي ممكن تساعدهم، لكنهم مش بيقولوا لها على الطريقه. وفي الوقت ده بتكون اجاثا معديه من الغابه وبتشوف ابو بيل وبتساعده. وتاني يوم بتكون بيل قاعده تقول اشعار لشكسبير، فبتلاقي الوحش بيقولها معاها، فبتتفاجئ بيل وبيقول لها انه بيحب القرايه والاشعار وبياخدها لمكتبه القصر. وساعتها بتفرح بيل جدا وبيقول لها الوحش انها تقدر تاخد من المكتبه كل الكتب اللي هي عايزاها، وبتقضي ايامها كلها مع الوحش وتقعد تقرا له في الكتب. وبيكون الوحش بدا يبقى هادي ويتعامل مع بيل بطيبه، وبتعلمه بيل ساعتها ازاي يكون انسان طيب ويتعامل مع اي حاجه حواليه بهدوء. وبتحس بيل ساعتها بحب واعجاب اتجاه الوحش، وبيكون هو كمان حاسس بناحيه بيل نفس الاحساس. وبيوريها الوحش كتاب سابته له الساحره، وهو كتاب بينقل اي شخص المكان اللي بيفكر فيه اول ما يلمسه، فبيخلي بيل تمسكه وتتخيل المكان اللي نفسها تروحه. وساعتها بيلاقوا نفسهم في اوضه صغيره في باريس. وبتقول بيل للوحش انها كانت عايشه هنا هي وباباها ومامتها. وساعتها بتتاثر بيل جدا لما بتعرف ان مامتها ماتت بالطاعون، ومامتها طلبت من باباها ياخد بيل ويهرب بيها بعيد عنها. وفي الوقت ده لما بيرجع ابو بيل للبلد بيحكي لهم على اللي جاستن عمله معاه، لكن جاستن بينكر كل كلامه وبيقول للناس انه مجنون وبيتخيل حاجات غريبه. ووقتها بيكون الوحش بيجهز وبيستحمى وبيلبس اشيك حاجه عنده عشان عامل عشاء رومانسي لبيل، وبيكون متوتر وقلقان جدا وبيقول للانتيكات ان مستحيل في بنت هتحب وحش. وبينزل عشان يشوف بيل فبيلاقيها لابسه فستان حلو جدا وشبه الاميرات، وبيمسك ايدها وبيرقصوا سوا وبيكونوا هما الاثنين مبسوطين وحاسين بالحب اتجاه بعض. وبعدها بيسال الوحش بيل اذا كانت مبسوطه معاه وهي قاعده في القصر، فبتقوله ان مفيش حد هيقدر يكون مبسوط وهو محبوس، خصوصا انها بتفكر في باباها طول الوقت لانه مريض ومحتاجها. فبيسالها اذا كان باباها وحشها، فبتقول له بيل ان باباها وحشها جدا، فبيخليها تشوف باباها من المرايه بتاعته. فبتتصدم بيل ساعتها لما بتلاقي اهل القريه بيعذبوه، فبيقول لها الوحش تروح لباباها وتنقذه. فبتفرح بيل جدا وبتروح لباباها، وساعتها بيقعد الوحش وهو حزين علشان بيل سابته لانه حبها وتعلق بيها جدا. والانتيكات بيكونوا حزينين جدا علشان حسوا ان الامل اللي كان موجود ان هم يرجعوا طبيعيين تاني راح منهم خلاص. وفي الوقت ده جاستن بيخلي مستشفى المجانين تيجي تاخد ابو بيل، وساعتها بيقول لابو بيل انه لو خلاه يتجوز بيل هيخليهم يسيبوه، لكن ابو بيل بيقول انه ده مستحيل يحصل،
وبيسيبوا جاستن يروح للمستشفى. وساعتها بتوصل بيل وبتوقف العربيه وبتقول لهم كلهم ان باباها مش مجنون، فبيقولوا لها ان ده مش حقيقي وانه مجنون فعلا لانه بيتكلم عن وحش وقصر مش موجودين. فبتقول لهم ان الوحش والقصر موجودين وانها كانت هناك بنفسها ولسه راجعه. فبيقول لها جاستن تثبت لهم حقيقه كلامها، وبيكون مع بيل ساعتها المرايه بتاعه الوحش لانه اداها لها علشان تشوفوا فيها لو وحشها. وبتطلب بيل من المرايه توريها الوحش، ولما بيظهر في المرايه بتوري اهل البلد كلهم الوحش علشان يصدقوها هي وباباها. وساعتها اهل البلد كلهم بيخافوا جدا، وجاستن بياخد المرايه من بيل وبيخوف اهل البلد من الوحش وبيقول لهم انه هيجي للبلد وياكلهم وياكل اطفالهم. فبتتصدم بيل من كلامه وبتقول لاهل البلد ان الوحش طيب ومستحيل يأذيهم، وبتبص لجاستن وبتقول له ان هو الوحش وهو اللي شرير ومؤذي. لكن جاستن بيقول لاهل البلد ان الوحش خطر عليهم كلهم، وبيأمر اهل البلد ان هم يحبسوها قبل ما تروح وتنبه الوحش ان هم هيقتلوه. وبتقرر جاستن واهل البلد انهم يروحوا للقصر علشان يقتلوا الوحش، وبيوصلوا ساعتها للقصر وبيهجموا عليه. وفي الوقت ده بتحاول بيل انها تهرب، فبيستغرب باباها منها وبيسألها ازاي عايزه تساعد الوحش. فبتقول له ان الوحش طيب وكان محتاج حد يعلمه ازاي يتعامل بقلبه، وانه لما عرف ان باباها في خطر سابها تروح له. وبتوريه الورده اللي كانت في بيتهم في باريس. فبيتفاجئ باباها، فبتقول له ان الوحش اخدها لهناك وعرفت اللي حصل. وساعتها باباها بيساعدها تهرب. وفي الوقت ده بتهجم الانتيكات على اهل البلده علشان يحموا نفسهم وبيحموا القصر والوحش. وساعتها اهل البلد بيخافوا جدا وبيهربوا من القصر. ووقتها بتوصل بيل للقصر، وفي نفس الوقت ده بيكون جاستن عند الوحش وبيقول له ان المستحيل بيل تحب وحش زيه. لكن الوحش بيكون مكتئب وحزين على فراق بيل. وساعتها جاستن بيضربه بالمسدس فبيقع الوحش. وبتيجي وقتها بيل وبتهدد جاستن وبتوقع منه المسدس. فبينزل جاستن علشان يجيبه ويقتل بيه الوحش، وبتروح وراه بيل علشان تمنعه. وساعتها الوحش لما بيشوف بيل بيفرح جدا وبيقرر انه يحارب جاستن. وساعتها جاستن بيترجى الوحش انه ما يقتلوش ويسيبه، فبيسيبه الوحش لانه بقى انسان طيب ومش عايز يأذي حد. وبيروح لبيل، لكن ساعتها جاستن بياخد المسدس وبيضرب بيه الوحش. وبتكون بيل واقفه مصدومه مش عارفه تعمل ايه. ووقتها بينهار الجسر بجاستن وبيقع وبيموت. وساعتها الوحش بيكون بيموت، وبيل بتعيط وحزينه عليه. وبيقول لها الوحش انه سعيد انه هيشوفها لاخر مره في حياته، وبيعترف لها بمشاعره. وساعتها بيل هي كمان بتعترف له بحبها، وبتقع اخر ورقه في الورده. وكل حاجه في القصر بتبدا تسكت حتى الانتيكات. ووقتها بتيجي الساحره وبتخلي اللعنه تنتهي، وبيرجع الوحش لشكله الطبيعي انسان جميل. وبتكون بيل والوحش فرحانين جدا، وبيرجع القصر لشكله الطبيعي، والانتيكات بترجع ختم تاني زي ما كانوا. وبترجع الذاكره لاهل البلد تاني، وبيفتكروا كل حاجه عن الامير والقصر. وبيكون الامير بقى شخص تاني طيب وحنون وبيحب كل الناس، وبيتجوز هو وبيل وبيعزموا كل الناس على فرحهم. وبتكون بيل والامير فرحانين جدا وبيعيشوا في هنا وسعاده سوا. وبيكون الامير اتعلم ان الجمال دايما موجود في القلب مش في الشكل. الفيديو ده كتبته آلاء غازي وسجلته أمل عقيل ومنتجه عمر حجاج. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو لصفحة هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.